سيناريو رقم 2، لو اشتريت بغرض الإيجار buy to rent، نفس الأرقام، سعره 300,000، مقدمه 60,000، قرض 240,000. لكن دلوقتي هتفترض إنك هتأجر البيت، نفترض إيجار شهري ممكن تحصل عليه $3,000. نحسب مصاريفك الشهرية، قسط البنك في حدود $1,288، property taxes $330، التأمين $100، صيانة واحتياطيات $250. لو هتشتغل مع مانجمنت كامباني تاخد مثلا 10% من الإيجار، حوالي $300 في الشهر. المجموع الشهري للمصاريف $2,271. إجمالي الإيرادي من الإيجار $3,000. إذن صافي التدفق النقدي الشهري $729، يعني صافي سنوي $8,780. دلوقتي خلينا نحسب العائد على النقود اللي انت حطيتها، cash on cash return. انت دفعت مقدم $60,000، الصافي السنوي من الإيجار $8,780. العائد السنوي على رأس المال 8,780 على 60,000، هيعمل حوالي 14%. رقم جامد جدا لو بترجع النقود دي سنويا ككاش فلو. غير الكاش فلو، فيه كمان الإكويتي، تراكم أصل القرض زائد الأبريشيشن. لو قيمة البيت بتزيد سنويا بنسبة متحفظة مثلا 3%، بعد 10 سنين سعر البيت هيبقى تقريبا $403,000. وبنفس الحسابات بعد 10 سنين يبقى عندك جزء من القرض متبقي سددته من الأصل مع ارتفاع قيمة البيت، هيبقى بتاعك إكويتي، وده ممكن يكون زيادة رأسمالية كبيرة. خلاصة الأرقام باختصار إن لو اشتريت للسكن وعايز مجرد مكان للعيش، ده قرار شخصي وممكن يكون منطقي لو هتسكن أكتر من 5 سنين وتقابل ظروفك الشهرية. لكن لو بتتكلم عن استثمار حقيقي يجيب لك فلوس، الشيء اللي بيديك دخل نقدي إيجابي اللي هو باي تو رنت بصافي إيجار موجب مع تراكم الإيكويتي هو الأفضل عادة. نقطة مهمة، وكيل العقارات هيقولك البيت ده هتزيد قيمته، وده صحيح أحيانا، لكن إزاي تعرف ده هيحصل؟ لازم تشوف موقع البيت، جودة المدرسة، البنية التحتية، خطة تطوير المنطقة، مش كلام عام. الوكيل لربما يهلقك بصورة وردية لأنه لازم يبيع. نصايح عملية قبل ما تشتري عشان ما حدش يضحك عليك. نحسب كل المصاريف مش بس القسط، ضرائب ملكية، تأمين، صيانة، إدارة ممتلكات، فترات فقدان المستأجر vacancy، ورسوم قانونية. شوف هل الصافي إيجابي ولا سلبي؟ لو الصافي سلبي ده معناه إنك بتضيف مصاريف على جيبك كل شهر، وده استثمار خطير. افحص السوق، هل المنطقة عليها طلب إيجار ثابت؟ هل الإيجار المتوقع يغطي المصاريف؟ نتفكر في الأفق الزمني، استثمار عقاري حقيقي محتاج عادة 5 ل 7 سنين على الأقل. لو ناوي تبيع في سنة أو سنتين ده مقامرة مش استثمار. نفهم الضرائب، فيه مزايا ضريبية لأصحاب العقارات، لكن مش كل الناس بتقدر تستفيد منها بنفس الطريقة. اسأل محاسب ضرائب، وتذكر إن الوكيل بياخد عمولة على البيع مش على نجاح استثمارك بعد 5 سنين، فخلي قرارك مبني على حسابات مش على كلام شعري. ختام عملي، لما حد يقولك اشتري لأن العقار أحسن استثمار، أسأله أسئلة مباشرة. هل الإيجار